السلام عليكم. فيديونا اليوم هو شوربة عظم البقر أو مرقة عظم البقر. راح أسويها ضمن تجهيزات شهر رمضان الفضيل. الله يعوده علينا وعليكم بالستر والسلامة ويبلغنا هذا الشهر ويتقبل منا الأعمال الصالحة إن شاء الله. أبدأ على بركة الله بالخطوة الأولى. غسلت العظام بشكل جيد مثل ما تشوفون، وهي مكسرة ومقطعة، وتكون أفضل لما مكسرة حتى يخرج منها النخاع والمواد المغذية وتنطبخ أكثر وتنطي خلاصتها بشكل أكبر. عندي جدر على النار خليت بيه مي مغلي، وهسه راح أضيف العظام بهذا المي المغلي. ممكن نطبخ بارد ببارد، يعني نخلي مي بارد، لكن هنا راح تتكون رغوة كلش كثيفة على الوجه. أما بهاي الطريقة فتكون الرغوة قليلة جدا. فأني حبيت هاي الطريقة الثانية اللي هي غطس العظام مباشرة بالمي المغلي. وهسه راح أتركها تغلي وتفور حتى تطلع هاي الرغوة ونشيلها. ومثل ما تشوفون الرغوة اللي تكونت قليلة جدا. هسه راح أشيلها وأتخلص منها بعد ما نظفت الوجه من الرغوة. هسه راح أغطي الجدر. أنا عندي جدر ستانلس ستيل وبقاعدة كلش ثخينة، وأيضا الغطاء يكون محكم الإغلاق بحيث يعني إذا خرج بخار فيخرج قليل جدا من عنده. راح أخليه على نار متوسطة وأتركه يتسبك. ممكن استخدام جدر الضغط بالتأكيد. جدر الضغط راح يكون المدة أقل، لكن يعني أنا سويتها بشكل عام نطبخها بجدر حتى الكل يستفادون، لأن مو الكل عندهم جدر ضغط. إضافة إلى أخصائيين التغذية دائما ينصحون بأن نطبخها بهاي الطريقة، تكون أفضل وتنطي خلاصة أكثر يعني خلاصة العظم ونستفاد منها أكثر. فراح أخليه على النار ونشوف النتيجة إن شاء الله. وهاي النتيجة بعد مرور 5 ساعات وهو يطبخ على نار متوسطة. فمثل ما تشوفون العظام استوت ما شاء الله، وحتى المفاصل بدت يعني تنفصل عن بعضها. وهاي الأعصاب اللي موجودة حول العظام كلها صارت يعني ناضجة، لكن أنا أريد فترة أطول. هسه عندي مجموعة من المطيبات والمنكهات، وهاي تتبع رغبتكم اللي تحبون تضيفوه. أنا خليت ثوم وخليت بصل وقرنفل وهيل، وأيضا خليت الليمون المجفف. الليمون المجفف هم نكهة طيبة، وهم بنفس الوقت يساعد على استخراج الكالسيوم اللي موجود بالعظام بشكل أكبر بسبب المادة الحامضية الموجودة بهذا الليمون. ممكن استخدام الخل، وممكن استخدام عصير ليمون طازج اللي متوفر عندكم واللي ترغبون به. أنا اكتفيت بالليمون المجفف اللي هو النوم بصرة. وهسه راح أخليه على نار هادئة جدا على أصغر عين عندي بالطباخ، وأنصيه على آخر شي، على آخر درجة حرارة، وأغلق عليها وأتركها ليلة كاملة. يعني إن شاء الله يعني الصبح راح أشوفكم النتيجة. راح أخليها ليلة كاملة. وهاي مثل ما تشوفون صار حوالي 8 ساعات. شوفوا على النتيجة شقد رائعة. العظام ذايبة ذوب، المواد كلها ذايبة ما شاء الله، والرائحة شهية جدا. فهسه راح أصفيها بشكل جيد حتى أحصل على مرقة صافية. وهاي المواد أستخرج منها النخاع من داخل العظام، وأيضا أستخرج منها الأعصاب اللي موجودة حول العظم. بالنسبة لهاي المواد أنا ما راح أرميها، وإنما راح أسوي عليها وصفات، وراح أعطيكم بعض الأفكار على السريع. ممكن نخليها على البيض، أحمس بصل وأخلي هاي المواد وأحمسها بشكل جيد مع البهارات، ما بعدين أخلي عليها البيض تصير مخلمة. وممكن أطبقها على البرغل أو على التمن أو على أي مرق يكون من دون لحم. ممكن نضيفها يعني يصير طبق مغذي وغني بالقيمة الغذائية. وهاي أفكار إن شاء الله على الماشي انطيتكم إياها. وأيضا راح أنزل لكم بعض الروابط اللي عندي، فيديوهات عن مرقة العظم. إن شاء الله راح أخلي لكم روابطها أسفل هذا الفيديو حتى تستفادون منها. بالنسبة للدهن
يستفادون منه كل الأشخاص من عدا الأشخاص اللي بيهم كوليسترول، يتجنبوه تمامًا. هسه أجمعه بحافظة، أو أني هاي طريقتي، أفرشه على كيس من النايلون وأدخله بالفريز إلى أن يجمد، أكسره وأدخله بكيس أو بحافظة يكون سهل الاستخدام بعدها، ويعني أدخله في بعض الأطباق. هاي بالنسبة للدهن. هاي الطبقة الجيلاتينية اللي مثل ما تشوفوها تحتوي على فوائد لا تعد ولا تحصى. أنا ما راح أذكر لكم الفوائد، الفيديو كلش طويل صار، لكن ترجعون على الفيديو القديم، راح أخلي لكم رابطة أسفل هذا الفيديو، تسمعون كل الفوائد اللي ذكرت لكم إياها والمحاذير أيضا. أتمنى تدخلون وتستفادون منها إن شاء الله. بالنسبة عملية الحفظ، يا إما أحفظه بأكياس من النايلون، أسوي يعني كميات حسب ما أحتاج، إحنا نسميها طبخات، أو داخل حافظات صغار وأدخل الفريز، ويعني عند الحاجة حتى أطلع شوية شوية منه، يكون أسهل بالاستخدام طبعا بهاي الشغلة. وممكن نخليه بقوالب الثلج، يعني أي طريقة أنتم تشوفوها مناسبة بالنسبة للحفظ. أتمنى تستفادوا من هذا الفيديو أعزائي المشاهدين، وإذا يعني كملتوا الفيديو للأخير راح أكيد تستفادون من كل المعلومات والإجابات على كثير من الأسئلة اللي سألوني بالفيديو السابق. وشكرا مشاهدتكم، وعليكم بألف عافية.